هنا حطينا الرز. طبعا هي الميه طلعت كتيره شويه، بس مش هيجرى حاجه يعني، مفيش مشكله. بعد كده طبعا بنسيب الرز يستوي، ولما بيدخل في السوا بنهدي عليه النار، يعني مش بنعمله بقى عجينه يعني، بيبقى برضو الرز الى حد ما زي اللي احنا بناكله. وبعدين هنستغل الوقت اللي الرز فيه بيستوي، وهنروح ننضف العشه بتاعتنا، عشان لازم طبعا كل يوم لازم ننضفها، ولازم كل يوم نحط الفطور اكل على نظافه، يشربوا على نظافه. ما ينفعش تحط كمية ميه وعلى الميه اللي كانت قبل كده. شايفين المنظر طبعا بيبقى عامل ازاي؟ دوت طول الليل، بس دوت منظرهم طول الليل. وطبعا الطبق اللي بياكلوا فيه لازم يتغسل، ولازم الفرشه بتاعتهم اللي تحتهم لازم تتغسل وتحط فرشه نظيفه. فانا عامله يعني كذا غيار، فانا بشيل مثلا الغيار دوت بحطه في الحمام اغسله، وبكون عندي غيار تاني نضيف بحطه تحتيهم، وبحط لهم بغسل لهم الطواجن والاطباق اللي بياكلوا فيها. هناخد بقى الحاجات ديت نغسلها وننضفها لحد ما الرز بتاعنا يستوي. طبعا اهم حاجه النظافه، اهم حاجه النظافه، علشان ما يجيش للطيور اي عدوى او اي ميكروبات فيهم او اي فيروسات فيهم، تضطري ان انت تعالجي، تضطري ان انت تدي دواء. احنا بنربي في البيت ليه؟ علشان ما نديش ادويه. احنا بنربي علشان تطلع الحاجه طالعه بطريقه صحيه وطالعه قدام عيني كويسه، مفيهاش حاجه. هنا لو هتلاحظوا ان انا باكل الطيور من نفس اكلنا اللي في البيت، باكلهم رز، باكلهم جزر، باكلهم بنجر، باكلهم الحاجات اللي احنا بناكلها. ما بنحطش اي ادويه خالص. ولو في اي حاجه بنحط مثلا كلبه، بنحط لسه، يعني ما بنحطش اي ادويه. ليه؟ لان انا كل يوم الحمد لله بنضف، زي ما انتم شايفين كده كل يوم لازم بنضف. هو تعب وارهاق وكل حاجه، بس لازم تنضف لازم. ما ينفعش ان كل يوم اقول ايه لا النهارده بلاش، يوم ويوم لا، لا مش هينفع. هنا عقبال ما خلاص خلصنا ونضفنا الرز بتاعنا واستوى، وما شاء الله الرز حلو يعني، ما فيهوش اي حاجه. طبعا انا فضيته بالكيس على طول، مش لازم ان انا انقيه يعني، فطبعا انا فضيته على طول. والرز زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله عليه كويس. بحط الرز، وطبعا ما بحترمش رز بس، لازم اساسي لازم احط معاه علف. ما ينفعش ان انا احط رز بس، لان العلف فيه بروتين اعلى من الحاجات اللي احنا بنحطها دي، لان البروتين ده عباره عن خلطه كبيره يعني، خلطات حاجه مواد كتير مع بعضيها. طبعا وبتبقى حاجات بنسب معينه علشان تقدر تربي لحم للطيور اللي هي بتستعملها. فهي معموله طبعا اللي عاملها دكاتره بيطريين وبنسب معينه، فلازم ما نستغناش عن العلف. احنا بس عشان العلف غالي، فاحنا بندخل مع حاجه تانية. وهنا عندي مثلا رغيفين بايتين من امبارح، انا هو اتبلتهم ورحت حاطط لهم، هما بيحبوا العيش المبلول على فكره، و... ومش بعمله عجينه ولا حاجه، زي ما انتم شايفين كده الرز مع العلف مع الزيت بقلبه في قلب بعضه زي ما انتم شايفين كده، وبخليه مفلفل كده، ما بخليش عجينه عشان يتاكل. طبعا بحط في الطبق الكبير، لان الطبق الكبير ده بتاع الطيور الكبيره، والطبق الصغير ده بتاع الصغيرين، فالصغيرين ما بياكلوش كتير زي الكبار. بس بقى على ايدك، ما تخليش الايد عاليه قوي. ما شاء الله يعني الخلطة حلوة، ولو هي مش حلوة مش هياكلوها، لكن زي ما انتم شايفين كده هما مغسول. بياكلوا. وبعدين خدي بالك برضو ان انت بتفصلي شوية عن الاكل، يعني انت عقبال ما بنعمل الاكل ونسوي ونضف لهم وكده بيكونوا جاعوا، يعني مثلا بيكون مثلا خدت ساعة، فالساعة دي ما بيبقاش قدامهم اكل، فلما يحطوا قدامهم الاكل بياكلوا بالطريقة دي، عشان كده بيكبروا. لكن لو الاكل قدامهم على طول على طول مش هيكبروا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بياكلوا كويس قوي. وما شاء الله برضه هم كويسين وصحتهم حلوة اهيت، زي ما انتم شايفين مفيش حاجة ركنة كده، او حد ما يعني يعني مفيش مثلا فرخة او كتكوت او من الصغيرين دول ما بياكلش، لا ما شاء الله كلهم بياكلوا، بيخطفوا الاكل من بعض اهوت. والصغيرين دول الصغيرين مع الكبار، الكبار شوية عنهم، دول فرق بينهم وبين بعض حوالي اسبوع.
لا اسبوعين، فرق بين الصغيرين قوي دولت واللي زيه اللي اكبر منهم شويه اسبوعين، وفرق دول من اللي فوق حوالي شهر. فهنلاقي اللي فوق اكبر من اللي تحت عشان اكبر منهم بحوالي شهر. اهم حاجه وانت بتشتري الطيور تبقي جايبه للمكتب يكون كويس ومعلوم، وبيجيب سلاله نظيفه، سلاله كويسه، ما بيجيبش حاجه لان في كتاكيت بتبقى السردة اللي هي بتبقى من صغرها كده ما بتكبرش، حتى مهما تاكليها مهما تاكليها ما بتكبرش. هنا طبعا خلاص الحمد لله كلوا، وهم بياكلوا كده احنا بنحط لهم الميه، احنا بنحط لهم الميه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى انتم تعملوا اشتراك وتعملوا كومنت، ولو حد عنده اي اقتراح او اي حاجه يعني ممكن يفيدني بيها يا ريت تكتبوا لي تعليق، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوش اللايك، متنسوش اللايك. مع السلامه. خلصت. السلام عليكم.